ماذا لو قلت لك إن في صفقة ممكن تخلي روسيا والصين أغنياء؟ الاتنين عارفين كده وعارفين من سنين، بس ولا واحد فيهم مستعد يقدم التنازلات المطلوبة عشان الصفقة تتم. طيب، ده مش افتراض، ده واقع فعلا. ودي الحالة المثالية اللي تشرح ليه لازم تفهم نظرية التفاوض عشان تقدر تستوعب العالم الغريب اللي احنا عايشين فيه. يمكن تكون سمعت النسخة المختصرة من القصة قبل كده. بعد زيارة ترامب للصين على طول شيء استقبل بوتين في بكين عشان يجددوا شراكتهم اللي ملهاش حدود. كلهم كانوا مبتسمين. أكتر حاجة الناس كانت بتتكهن بيها قبل القمة هي إذا كان الطرفين أخيراً هيحققوا تقدم في مشروع خط أنابيب الغاز اللي هيوصل طاقة سيبيريا للصناعة الصينية. فكان التفكير إنه الصين كانت معطلة الصفقة في السنين اللي فاتت لأنها كانت بتطلب من روسيا أسعار منخفضة جداً لكل وحدة غاز. لكن تحرك دونالد ترامب في ملف إيران غير الحسابات هناك. قبل الحرب كانت الصين بتستورد حوالي 30% من الغاز بتاعها من وراء مضيق هرمز، مع أن خط الأنابيب هياخد سنين كتير عشان يخلص، بس مستوى عدم الاستقرار العالي حوالين هرمز هيجبر الصين ترفع عرضها لروسيا، أو على الأقل ده كان الافتراض. بس لا، ما فيش صفقة. طيب إيه اللي حصل؟ طيب النهاردة هنبدأ بتاريخ مختصر عن خطوط أنابيب قوة سيبيريا، وبعدين هديكم نظرة عامة عن الوضع الاقتصادي بين البلدين في سياق حرب أوكرانيا، وهشرح ليه من الطبيعي نفكر إنه فيه صفقة لازم تحصل. لكن بعدين هنختم بنقطتين عن مشاكل التفاوض، زي مشاكل الاستغلال بعد الاستثمار والمعلومات غير المعلنة اللي باين إنها بتعطل المفاوضات. بس يلا نبدأ بخطوط أنابيب POS. وللتوضيح بس، POS معناها قوة سيبيريا، وده اسم واختصار كويس جدا ومفهوش أي مشاكل لما نيجي نتكلم عن خطوط الأنابيب بشكل عادي. زي ما أنت أكيد عارف، مجموعة من الكائنات الصغيرة قررت تموت في المنطقة اللي بنسميها دلوقتي سيبيريا. بعد ما تعرضت حفرياتهم لضغط شديد لآلاف السنين اتحولت لغاز طبيعي، ودلوقتي الاتحاد الروسي بيحاول يحافظ على اقتصاده من خلال استغلال وبيع احتياطيات الطاقة دي. للأسف نقل الغاز الطبيعي صعب جدا، والأسوأ من كده عدد قليل جدا من الناس عايشين في سيبيريا يقدروا يستخدموا الغاز ده. أفضل حل هو إننا نحط الغاز في مواسير ونبعته للمكان اللي فيه الناس. طلع إن الصين فيها ناس كتير جدا، فده منطقي إننا نبعت لهم الغاز. وده بالظبط اللي الصين وروسيا عملوه قبل كده. خطوا أنابيب قوة سيبيريا. واحد، بينقلوا الغاز من شوية حقول في الشرق على طول للصين. بدأوا يبنوه في سنة 2014، واحتفلوا بالمناسبة باحتفال وضجة زي ما كنت تتوقع. هنا تقدر تشوف أول جزء بيتحم، وكمان الشخص اللي على اليمين اللي أكيد مفتش جدي، وأكيد مش موديل جاز بروم جابوه مخصوص للمناسبة. بعد 5 سنين أول الشحنات وصلت الصين، وكل الناس كانوا مبسوطين. مع ذلك روسيا عندها حقل غاز كبير تاني في الغرب أكتر، وفي نفس الوقت الصين لسه عندها عدد لا نهائي من الناس. فكان السؤال الطبيعي اللي بعد كده هو إذا كانت روسيا المفروض تبني خط أنابيب تاني للغرض ده. وده بياخدنا للوضع الاقتصادي الحالي، واللي فعلا هيتحول لمقال عن طريقة تانية. الحرب في أوكرانيا شوهت بيها الحوافز بشكل غريب. في الأيام اللي قبل كده روسيا ما كانتش حاسة إنها محتاجة بشكل ملح تبني خط أنابيب من غرب سيبيريا للصين. في الآخر كان فيه مشترين أغنياء ومستعدين في كل أنحاء أوروبا، وكانوا كمان أقرب لحقول الغاز. هم حتى بنوا خط أنابيب أو 2 عشان يسهلوا عمليات الشراء. بس بعدين العملية العسكرية الخاصة استمرت أكثر من 3 أيام. المشترين الأوروبيين بدأوا يعيدوا التفكير في علاقتهم كلها مع الطاقة الروسية، وممكن حد يكون قرر يخرب عمليات خطوط الأنابيب لأوروبا. المشتريات الأوروبية استمرت شوية أكثر من اللي كان القادة اللي بيركزوا على أوروبا يحبوا، بس الكرملين دلوقتي كان محتاج مشتري جديد برضه.
ومع مرور الوقت الكرملين كمان بدأ يحس بحاجة مالية ملحة إنه يخلص صفقة. الشعب الروسي ما كانش متحمس قوي للعملية العسكرية الخاصة، وده اضطر بوتين إنه يعمل حملة تعاقدات تطوعية مكلفة عشان يقدر يحافظ على عدد الجنود، ناهيك عن كل المعادن اللي الحرب استهلكتها. ومع مرور الوقت الطيور الوردية فضلت تتعرض لحظ سيء جدا، وبتتحطم في أماكن غالية جدا ومتفجرة جدا. وفي نفس الوقت تقريبا طول الفترة دي الصين فضلت زي ما هي دايما، عندهم قاعدة صناعية بتكبر وبيحبوا يشتغلوا على وقود الرخيص. شفنا ده من خلال زيادة الصين في استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، بس دي طريقة نقل مش مثالية. عشان كده الاتنين كانوا متوافقين تمام في موضوع خط الأنابيب، وبرغم كده لحد سنة 2025 ما قدروش يوصلوا لاتفاق. الصين حددت شروط العقد بين 120 و 130 دولار لكل 1000 متر مكعب، وده تقريبا نفس الأسعار المدعمة اللي بيدفعها المستهلكين الروس المحليين. على الهامش، الدعم ده للطاقة منتشر في الأنظمة الاستبدادية، وفعلا حاجة سخيفة. كل اللي بيعملوه إنهم بيشجعوا المواطنين يستهلكوا الوقود بشكل مبالغ فيه ويلاقوا استخدامات غريبة له، زي الفنزويليين اللي بيحولوا الكهرباء لبيتكوين. هيكون أكثر كفاءة اقتصادياً لو باعوا الطاقة في السوق الدولية المفتوحة وبعدين يرجعوا الأرباح للمواطنين. على أي حال تاني، الصين كانت بتدور على سعر من 120 دولار ل 130 دولار لكل 1000 متر مكعب. روسيا كانت بتدور على ضعف السعر، يعني بين 240 دولار و 260 دولار، وده لسه أقل من الأسعار اللي الأوروبيين بيدفعوها بعد الغزو. أظن ده اللي بيحصل لما تشيل مجموعة من المشترين الأغنياء من المعادلة. بغض النظر، ما كانش فيه وسيلة تردم الفجوة بين روسيا والصين، وعشان كده كان فيه اجتماعات ورا بعض بيناقشوا فيها خط الأنابيب وبيحققوا تقدم، لكن ما فيش حاجة جوهرية كانت بتحصل في النص. صناع القرار في كييف قعدوا يتفرجوا على الموضوع كله وهم مستمتعين. وبعدين حصلت حرب إيران، وحصل انهيار في أسواق الطاقة على مستوى العالم. خط أنابيب تاني مش بس بيوفر بديل للصين، كمان بيكونوا أقل عرضة لمحاولات الحصار، سواء في هرمز أو مضيق ملقا لو بكين حاولت تتحرك ضد تايوان. عشان كده في تكهنات إن الصين ممكن ترفع سعر العرض بتاعها، والأطراف فعلا يبدأوا في تنفيذ خط أنابيب قوة سيبيريا الثاني. طيب إيه اللي حصل؟ حسب التقارير، روسيا فضلت محافظة على سعرها المطلوب بين 240 ل 260 دولار لكل 1000 متر مكعب، وكمان الصين فضلت محافظة على سعر عرضها بين 120 ل 130 دولار. يبقى كده مفيش أي تقدم. طيب لو عايزين نعرف إيه اللي حصل هنا، لازم نبدأ نتكلم عن مشاكل التفاوض. في الحقيقة إحنا ناقشنا الحاجات دي قبل كده في سياق خط الأنابيب من سنتين لما كان في تفاوض فاشل تاني. وعشان نبقى واضحين، أنا مش جاي دلوقتي بعد اللي حصل أقول لكم إن في مشاكل أساسية أعمق. أنا خدت موقفي من الوضع ده من زمان، والحاجة الوحيدة اللي ندمان عليها إني ما كانش عندي بعد نظر كفاية إني أخلي عنوان الصورة المصغرة يقول منافسة محتدمة. بدل كده كان واضح من سنة 2024 إن أكثر حاجة فعالة اقتصادياً هي إنشاء خط الأنابيب. روسيا ما كانتش هتلاقي مشتري يقدر يدفع أكتر، والصين ما كانتش هتلاقي بائع يبيع الغاز بسعر أقل. يعني من حيث المبدأ الصفقة دي كان المفروض تخلي الاتنين في وضع أحسن. الكلام ده مألوف صح؟ وبالتالي لو ما اتفقوش على صفقة يبقى كان في عقبات في التفاوض وقفت في طريقهم. دي الطريقة الوحيدة اللي تفسر الجمود اللي حصل، طالما الاتنين معترفين إن الصفقة كانت هتبقى أحسن ليهم هما الاتنين. وبكده أي حاجة بتحصل في هرمز مش هتغير من إمكانية إبرام الاتفاق. الاتفاق كان دايما ممكن يتحقق. اللي ممكن يغير النتيجة المتوقعة هو لو حصل حاجة في الخلافات دي أثناء التفاوض، يمكن في طريقة تفسيرهم ليها بسبب اللي بيحصل في هرمز، أو لو حصلت حاجة تانية ملهاش علاقة بالموضوع. تمام، يبقى خلينا نتكلم عن أهم مشكلتين في التفاوض. الأولى
اسمها مشكلة الاستغلال بعد الاستثمار. عشان الغاز يتنقل من طرف للتاني لازم حد يبني خط الأنابيب. ده مشروع محتاج رأس مال كبير ومش هيحقق أي عائد لفترة طويلة. روسيا دفعت كل تكلفة رأس المال للجزء بتاعها من خط قوة سيبيريا 1. بس أكيد مش محتاجني أقولك إنه روسيا مش معاها السيولة الكافية لكده دلوقتي. عشان كده هيكونوا على الصين تدفع الفاتورة. المفروض في الترتيب الاقتصادي المعتاد إن روسيا تعرض أسعار مخفضة للغاز لحد ما تسدد للصين القرض الضمني ده. يا ريت لو كانت المسألة بالبساطة دي. بكين لازم تقلب من اللي هيحصل أول ما خط الأنابيب يشتغل. أي فلوس الصين صرفتها على البناء دلوقتي تعتبر تكلفة غير قابلة للاسترداد، وبالتالي الصين لازم تقلق إنه أي خصم اتفقوا عليه من سنين ممكن يختفي، وروسيا هتبدأ تبيع لها بسعر السوق. في الآخر لو موسكو لقت حد مستعد يدفع أكتر هتلاقي حجة وتبيع له الغاز. علشان كده بكين الحذرة بتجبر روسيا تدفع حصتها في استثمار خط الأنابيب، وده بالظبط اللي بيحصل في الاقتراح الحالي. إزاي الاحتكاك في المفاوضات دي اتطور مع الوقت؟ بص، مشكلة الابتزاز بعد الاستثمار دي عمرها ما هتختفي. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخففها هي قدرة روسيا على دفع رأس المال المطلوب. وأقدر أقول إن الوضع ده بقى أسوأ، لأنه استمرار الحرب خلى القيود على الميزانية في موسكو أشد. الثاني من الحاجتين اللي بيعطل التفاوض هو المعلومات الخاصة. الصين عندها انطباع إن روسيا يائسة عشان تخلص الصفقة، وعشان كده هتكون مستعدة تقبل تخفيض كبير عشان توصلها. موقف روسيا هو إنه لأ، هي مش في ورطة زي ما الصين فاكرة، وعشان كده مش هتقبل أي تخفيض. ده باين عليه مثال كلاسيكي، إن روسيا عندها معلومات خاصة عن ضعفها، وإحنا كأشخاص من برا مش ممكن نعرف مين فيهم عنده حق. في الآخر لو كنا نقدر نشوف موقف روسيا الحقيقي بوضوح، الصين كمان كانت هتشوفه، وساعتها يا روسيا مش هتقدر تبلف، يا الصين هتعرف إنها غلطانة وتغير موقفها على الأساس ده. عدم التوازن ده كمان ممكن يفسر ليه المفاوضات الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا ما وصلتش لحاجة، فده فعلا باين عليه منطقي. من ناحية غريب إن حالة عدم اليقين دي استمرت للمدة الطويلة دي، ومن ناحية تانية الحملة الأوكرانية على المصافي سببت ضرر واضح كفاية يخلي الفروق في العوامل اللي لسه مش واضحة تزيد أكتر. وده ممكن كمان يكون السبب في إن اللي حصل حوالين هرمز يتلغي أو يتعادل في المفاوضات مع الصين. ولما نبص على الصورة الكبيرة مش متوقع إن الجمود ده يستمر للأبد. في وقت معين الصين هتتنازل وتعترف إن روسيا قادرة تصمد لفترة طويلة، أو روسيا هتضطر تتخلى عن التمثيل بتاعها. وفي النهاية اقتصاد روسيا هيرجع لحالة يكون فيها الاستثمار في البنية التحتية على مدى سنين، خطوة مالية حكيمة. ماشي، دي هتاخد شوية وقت، بس في الآخر هيوصلوا للنقطة دي. فأنا شايف إنه من الحتمية إن مشروع قوة سيبيريا 2 يتبني. بس لحد ما المشاكل المالية ومشاكل المعلومات تتحل، هيكون صعب إنهم ينهوا الاتفاق على خط الأنابيب. طيب، إيه هي أهم النقاط اللي نطلع بيها النهاردة؟ خط أنابيب قوة سيبيريا 2 المفروض يحسن رفاهية كل من الصين وروسيا. عوائق التفاوض بتعطل الوصول لاتفاق. أزمة مضيق هرمز مش بتأثر على دوافع التفاوض بالطريقة اللي ممكن تغير الأمور. ولأنه تحديات هرمز مش بتتغلب على عوائق التفاوض، بنعدي قمة تانية من غير اتفاق. وفي نفس الوقت مش لازم تستنى عشان تعرف أكتر عن السياسة في الصين. عندي قائمة تشغيل مخصصة مخصوص. عندي قائمة تشغيل مخصصة للموضوع ده. التصحيح التلقائي لعب فيا تاني، بس بصراحة ده مناسب جدا لفيديو POS الزفت ده. على العموم لو عجبك فيديو النهاردة ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفك المرة الجاية. خلي بالك من نفسك.